السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم وصفة المشوك على طريقتي، معسل حتى للقلب ويدوب في اليد قبل الفم، والأهم من ذلك بزاف بنين بطريقة بسيطة جدا، في ساعة تكملوه ومقادير جد جد بسيطة. هذه كانت طلبية تاع نفاس، والزبونة هي اللي طلبت مني نزينهولها بالورود الزرقاء. بما انه الجاتو معسل مش راح نقدر نزينهولها بالورود المصنوعة بعجينة السكر، لانه الورود راح تذوب ومش راح تلصق. وانتم تقدروا تغيروا التزيين على حسب المناسبة اللي عندكم، ولا تخلوا الشكل التقليدي تزينوه بحبة كاوكاو ولا حبة تاع اللوز، ولا تزينوه بالسوريس الخاص بتزيين الحلويات يتباع عند محل بيع مستلزمات الحلويات. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. 250 جرام زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، نزيدوا عليها 4 ملاعق كبار زيت، صفار بيضة مع حبة بيض كاملة، 4 ملاعق كبار سكر أرطب، نغربلوه باش ما تبقاش فيه الحبيبات، مبشور قشور 2 حبات ليمون، في الأخير 7 ملاعق كبار كاوكاو محمص ومرحي بقشوره. للأمانة كي نقول بقشوره معناتها القشرة الحمراء هذيك الرهيفة، مش القشرة الخارجية اليابسة. أعطيتكم المقادير بالملعقة، ما حبيتش نعطيكم بالجراماج لأنه مش الناس كامل عندها ميزان. بعد ما حطينا جميع المقادير ونروح نخلطوهم باليد ولا بالبتراء ولا بالباتور اللي متوفر عندكم. المهم نخلطوا جميع المكونات مليح، ندخلهم كامل في بعضهم حتى تتجانس جميع المكونات ونتحصلوا على قوام كريمي. وبعد هذه المرحلة نبدو نجمع بالفارينة، ودرت لها ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. نبدو نضيف الفارينة تدريجيا ونجمع بأطراف الأصابع فقط، نجمع بلا ما نعجنه، لأنه لو كنا عجنوها راح يجي الجاتو يابس. نبقى نلمو بالفارينة تدريجيا حتى نوصلوا للقوام المطلوب، تكون عجينة طرية ما تلصقش في اليد، ونشكلوها فاسيلمون. هنا كنت وزنت الحبة 10 جرامات، بما انه درت فيها الخميرة راح تتنفخ الحبة شوية، راح تجي مش صغيرة ومش كبيرة، متوسطة فقط. واللي تحب الحبة تاع الجاتو تجيلها كبيرة تعملها 15 جرام، واللي ما عندهاش ميزان يعني هذه الحلوى تقليدية، بكري ما كانش عندهم ميزان وما كانوش يستعملوا الميزان. شكلوا حبات الصغار يكونوا بنفس الحجم، فقط ديروا حسابكم باللي الحبة اللي شكلتوها راح تعاود تتنفخ شوية لأنه فيها الخميرة. بعد ما كملت وزنتهم كامل وكورتهم كما راكم تشوفوا، جبت بياض البيض خلطته شوية بالفرشاة، نغطسوها في بياض البيض ونضربه ضربة خفيفة باش يهبط البيض الزائد، ونحطوها مباشرة في الكاوكاو محمص ومقشر ويكون مرحي شوية خشين. نبقى نقلبوا فيها على كامل الجهات باش تتغلف بالكاوكاو المرح. بعد ما نشكلوهم نحطوهم مباشرة في الليكيسات، كي نكملوا ونحطوهم كامل في الليكيسات نديروا لهم ثقبة في الوسط، تثقبوهم بأي حاجة عندكم. هذه الطريقة راح تساعدنا باش العسل يدخل القلب الحبة، وهكا يجي لنا معسل حتى للقلب. كي نكملوا ونحطوهم يطيبوا في فرن كنا سخناه من قبل على درجة حرارة متوسطة، نطيبوه من الأسفل ومن الأعلى، وكي يطيب كي نخرجوه مباشرة من الفرن وهو سخون نسقوه بالعسل اللي يكون بارد، وكل حبة سقيتها ب2 ملاعق صغار عسل. 250 جرام زبدة خرجت لي 57 حبة. وهذه هي كانت وصفة المشوك على طريقتي. النتيجة راكم تشوفوا فيها قدامكم، حلوى جزائرية تقليدية. بما انه جا الصيف وقت الافراح والمناسبات تقدروا تعتمدوا هذه الوصفة وتخدموا منها بكميات كبيرة، مش راح تعبكم وغير مكلفة، وتحمر الوجه في الشكل وفي الذوق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا والوصفة عجبتكم. السلام.